أنا هون قطعت صدر ونص دجاج لمربعات هيك صغيرة. هلا رح ضيف عليهم البهارات هنن فليفلة حلوة، كمون، فلفل أسود، ملح، أوريجانو، فليفلة حادة منضيفن عليهم. وبعدين منضيف عليهم معلقة كبيرة لبن ومعلقة كبيرة دبس بندورة. هيك بعد ما حركناهم مع البهارات واللبن والدبس البندورة بننتقل هلا للخطوة الثانية، وهي نشكهم بالسياخ خشبية أو سياخ حديد، وبعدين بدنا نصفهم هيك بالصينية ونحطهم بالفرن. وهيك بعد ما شكيناهم بالسياخ الخشبية وصفيناهم على الصينية بنحطهم بالفرن على حرارة 200 من فوق ومن تحت تقريبا 40 ل50 دقيقة على حسب فرنكم، لحتى هيك يتحمروا ويستووا. طبعا كل شوي بنجي منلفهم هيك مندورهم للعواد. أنا هون قطعت بصلة كبيرة ناعم وفليفلة بردقاني لونها الأفضل تكون حمرا كمان لناعم، وبصلة حدة اختياري كمان ناعم، وحاطة أنا هلا بالطنجرة زيت زيتون وهلا بنقلبهم مع بعض. هلا بعد ما حطيناهم بالطنجرة وقلبناهم هيك شوي مع الزيت الزيتون بنضيف معلقة دبس فليفلة ومعلقة كبيرة كمان دبس بندورة. بنضيف بعدين البرغل اللي غسلناه، انا جايبة البرغل اللي حطه شوي بتجي كتيرة من عند المحلات التركية بيجوا هذا. هلا هون بعد ما ضفنا البرغل بعدين انا رفعت هاي النوعية. انتو فيكم مثلا تجيبوا 3 بندورات وحجم وسط قطعوهم كتير ناعم، بعدين تخلطوهم بالخلاط لحتى يصيروا صوص. ومنضيف البهارات اللي هن ملح، فلفل ابيض، وفلفلة خشنة حدة. وهلا انا ضفت عليهم مي مغلية، بستنى هلا شوي لحتى هيك تنشف عنهم المي، وبعدين بنوز تحتها وبسكر عليها، وبس تستوي بطفي النار وبخليها مغطاية تقريبا شي 10 دقايق.